لجنته تدعو قلوب الناس إلى الرحمة، تبغي الخير لمن تدعو كي تنقذه من النيران، تهدي النور لمن تدنو كي تحمله إلى الإيمان، بشعار الحب وبالرحمة بلسان واضح بيان، إسلام لجنته تدعو قلوب الناس إلى الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه الحلقات التي نذكر لكم بعض القصص وكلها واقعية من واقع الحياة، لمستها وشاهدتها في هذه اللجنة، لجنة التعريف بالإسلام. من يزور هذه اللجنة ويرى منظر ومشهد أولئك الناس الذين يدخلون في دين الله أفواجا، منظر لرجل مع زوجته مع أطفاله، أسرة كاملة تدخل في الإسلام، مشهد ل5 و6 مجموعة أصدقاء يدخلون في دين الله أفواجا، مشهد أناس هذا من جنسية وهذا من جنسية أخرى وهذا من لغة أخرى، فجأة كلهم يدخلون في دين الله جل وعلا. والله من يرى هذه المناظر يعلم أن هذه الأمة بخير، وأن هذا الدين منتشر، وأن الدعوة باقية بنا أو بغيرنا. لكن هنيئا لمن ساهم في نشر دعوة الله عز وجل. رجل مرت علينا قصته في لجنة التعريف بالإسلام، رجل كان لا يعبد الله جل وعلا، ما عنده دين أصلا، لا كتاب ولا غيره، لم يكن لا نصراني ولا يهودي ولا مسلم، ليس من أهل الكتاب، كان لا يعبد الله جل وعلا، حار في هذه الحياة، تاه فيها، لكنه رجل عاقل، علم أنه لا بد لهذه الأرض من خالق، لا بد لها من رب، لا بد لها من معبود. أول ما دخل في الديانة اليهودية، تعلم الدين اليهودي فتعلمه ودرسه، أراد أن يصير يهوديا، لكنه لم يقبل بهذا الدين. ليش؟ يقول لنا، يقول علمت وقرأت في دينهم أن الناس طبقات، أن اليهود غير، البشر عبيد لهذه الأمة، أمة اليهود فقط، والناس أمميون لا قيمة لهم، هم شعب الله المختار، وغيرهم لا حق لهم في الحياة ولا حق لهم في البقاء، كلهم كحيوانات يعيشون لهذا الشعب. فقلت مستحيل أن يكون رب يميز الناس بهذه الدرجة. يقول فتعلمت دينا آخر، يذكرني بقصة سلمان الفارسي كيف انتقل من دين إلى آخر. يقول تعلمت النصرانية، دخلت فيها، آمنت بها زمنا، يقول ودرستها. هذا الرجل مو أي إنسان، هذا رجل يتعلم ويفقه دينه. يقول فتعلمت فعلمت نفس الشيء، أن لهم رب فقط لنبيهم، وأن هذا النبي فقط دينه هو الذي يعني الله عز وجل يحبهم لا يحب غيرهم، والله عز وجل لا يرضى إلا بهم، وأن الرب عز وجل ربهم لا رب غيرهم. يقول ما ارتحت لهذا الدين أيضا، أحسست أن فيه تمييز وطبقية بين الناس. يقول انتقلت، يقول أخذت أبحث عن دين حتى جاءنا في الكويت وسأل، يقول علمت أن هناك دين اسمه الإسلام، جاء إلى لجنة التعريف بالإسلام، أول ما قرأ أعطوه مصحفا مترجما بلغته. أول ما فتح المصحف ماذا قرأ؟ الحمد لله. الحمد لله. من الله عندهم؟ الحمد لله رب العالمين، رب كل شيء. ربنا ليس فقط لنا، ربنا رب النصارى، رب اليهود، رب الهندوس، رب الذي لا يعترف بالله ربا، ربه رضي أو لم يرضى، رب الأحجار، رب الأشجار، رب البحار، رب الجبال، رب الأرض، رب السماء، رب الجن والإنس. الحمد لله رب العالمين. يقول لم أحتج لشيء بعده، أغلقت المصحف، جئت إلى الداعي قلت له علمني الإسلام، علمني الإسلام. يقول علمني الإسلام وما هو إلا وينطق الشهادتين. يقول أول آية في كتابهم، أول آية تقول فيها
أن الله عز وجل رب للعالمين، رب كل شيء وخالقه. مشروع طباعة المصحف وترجمته بكل اللغات مشروع يتطور سنويا، ينفق فيه أصحاب أو الخيرون من خلال لجنة التعريف بالإسلام مئات الألوف. من أراد أن يهدي الله على يديه رجلا إلى الإسلام فليوقف مصحفا يطبع مترجما بلغة من اللغات يحفظ، وإن كان في الإنسان في قبره فالأجر له دائم وباق، صدقة جارية. مشروع طباعة المصحف تقوم على رعايته لجنة التعريف بالإسلام. هلا كنتم معنا ننشر كتاب الله جل وعلا. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشعار الحب وبالرحمة بلسان